مساء الخير، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده في الفيديو بتاعنا هنعمل كده شويه محشي كده، انما بطريقه كويسه جدا. اهم حاجه فيها هتبقى التسبيكه. يلا بقى بينا نعمل التسبيكه كده بشكل جميل، وهقولك على السر اللي يخليها تسبيكه معاكي روعه. اول حاجه كده جبنا حله فيها ميه مغليه، معلقه ملح، حطينا الكرنبايه فيها سليمه كده وطلعناها ورقه ورقه. جبت الورق كده، قطعت العرق التخين اللي فيه، وبعدين جبت الورقه قسمتها نصين، وبعدين برمتها زي ما انت شايفاها بالشكل ده، وقطعتها كده بالمقاس كده، مش هتهدري ورق كتير معاكي او ترمي منه ورق كتير من الكرنباي. جبنا بقى حزمتين من الشبت على بقدونس كده، وفرمناه فرم ناعم. ومعايا هنا بطاطسايه كبيره، قشرتها وقطعتها طرنشات علشان هنفردها في الحله من تحت عشان نرص عليها المحشي. جبت بقى 4 بصلات كبار، فرمتهم فرم ناعم علشان هنعمل بيهم التسبيكه بتاعه المحشي. انا بفضل هنا البصل الاحمر، بيبقى جميل جدا في التقليه وفي التسبيكه. تسبيكه اي اكل بيبقى مسكر كده وبيديكي طعم حلو احسن من البصل الابيض. جبت بقى معايا كوبايه زيت كده متوسطه، نزلت عليها كده نص كوبايه من اللي هي بتاعه الخروف. سيحتها كده وخدت الدهن اللي فيها، وطلعت بقى الايه، الحبيبات البني اللي بتبقى فيها دي. خلاص انا ما بقيتش محتاجاها. انزل بقى بكميه البصل بتاعتي، اقلبها شويه كده، اشوحها، ومش عايزه هنا اديها لون، يا دوبك يعني تتبيله بسيطه كده للخضار. معايا هنا كوبايتين كبار من عصير الطماطم، وعصير الطماطم هنا انا بعمله ومش بصفيه، بسيبه كده بالحاجات اللي فيه. اقلبه كده كويس، وبعدين احط معايا هنا 4 معالق من الصلصه. عندك صلصه جاهزه ماشي، دي الصلصه اللي انا عملتها معاكم قبل كده. لونها بصراحه تحفه وجميله جدا، بتسبك الاكل في منتهى الروعه. اقلبيها كويس جدا كده. انزل بقى بالتوابل بتاعتي. معايا هنا معلقه كبيره من البابريكا، معلقه من الكمون، معلقه من الفلفل الاسود، معلقه من الملح. لو حابه ان انت تحطي معلقه من البهارات ال7 حطي. اقلبهم كويس كده علشان التوابل تدوب في التسبيكه، واسيبها بقى لحد ما تتسبك معايا على الاخر، وبتبتدي التسبيكه تقل معاكي، والسوائل تبتدي تقل فيها. هنا بقى معايا كيلو من الرز مغسول ومتصفي كويس جدا. انزل بيه بقى هنا بقى، طفيت النار علشان الرز ما يبقاش مستوي معاه. اقلب الرز كويس جدا مع التسبيكه كده، اشربه من التسبيكه الحمراء. احط كميه الرز كلها. بعدين بقى معايا هنا بصلايه مفرومه، كنت شايلها على جنب كده، ما سبكتهاش، حطيتها نيه علشان تحسي بريحه المحشي الاصليه. معايا بقى هنا كميه البقدونس، قلبتها كويس جدا. انا بحط البقدونس في الاخر علشان ايه، يبقى طازه، ما تحسيش ان هو خلاص بقى طيب واتهرى. حضرت بقى كده الصينيه بتاعتي، حطيت البطاطس والبصل فيها، رصيتهم تحت كده. حابه تحطي طماطم حطي، حابه تحطي كوسه، اي خضار عندك حطي. يلا بقى كده انزل بقى باللف بتاعي، حابه اي لفه انتي تلفيها. السر هنا بقى في المحشي التسبيكه يا جماعه. تسبيكه المحشي هي اللي بتبقى ايه، تديكي يعني لذاذه كده للمحشي، مش اللف او الورق. لفيت الصينيه بتاعتي، هي خدت الحقيقه، خدت صفين كده من المحشي. عندي هنا شوربه بط سخنه، غليتها كده كويس، وجيت كده في ركن الصينيه مش في الوسط عشان المحشي ما يفكش مني، وسقيت المحشي كده على الجنب كده من الصينيه. حطيت كده، بتحطي بقى بالراحه كده وتهزي الصينيه معاكي اول حله بتاعتك علشان الميه توصل لتحت. هنا بقى تسوية المحشي، تحطي المية او الشوربة تحت اخر صف من الحلة او الصينية، ما تخليش المية تغطي المحشي من فوق. بعد كده جبت ورقة زبدة، غطيتها بورق فويل، وحطيتها على النار عالية. بعد شوية المية بدأت تقل منها، هديت بقى النار عليها، هديت النار عليها على الاخر، وسبتها بقى لما تشرب ميتها بالكامل. دي بقى سر التسوية بتاعة المحشي اللي انا قلتلك عليها، علشان المحشي يطلع معاكي مفرفر، ما يطلعش معجن ولا اي حاجة فيه. سبتها بقى كده لحد المحشي ما اخد السوا بتاعه على النار هادية على الاخر. هو بياخد حوالي من ساعة لساعة وربع على النار. تاكلي بقى احلى محشي واطعم محشي. خلاص بقى طلعي محشية كده وشوفيها استوت ولا لا، لحد ما يعمل معاكي صوت كده، ميته تنشف كلها.
لما المية تنشف معاكي على الاخر وتلاقيه بيعمل صوت كده، يبقى هو كده استوى على الاخر معايا. يلا بقى بينا نغرف المحشي بتاعنا. شايفين احلى صينية محشي؟ اقلبه كده في الطبق معايا او رصه عادي زي ما انت حابة. محشي بطريقة جميلة جدا وما بياخد معاكي وقت، وطريقته سهلة جدا. وده كان الفيديو بتاعنا، وبالهنا والشفا.